السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معكم قناة الملك الأمس. لكم اشتراك والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. متوقع نتيجة مباراة برشلونة وكوبنهاجن، المباراة التي لازم برشلونة يكسبها، لأن لو ما كسبش هذه المباراة أكيد هيلعب ملحق المؤهل إلى طبعا دور ال16. طبعا غيابات برشلونة أهمهم بيدري وجافي والفيران ديل توريس، بس هناك شك في مشاركة الفيران توريس. طبعا المباراة هذه من ضمن من 18 مباراة في ليلة واحدة، عفوا. طبعا في دي مش قمة. أعتقد برشلونة ممكن يكسب هذه المباراة وكتير، لأن المباراة على سبوتيفاي كان مع كل استاد برشلونة. طبعا في أهمهم مثلا أو قمة بين باريس ونيوكاسل اللي هيخسر فيهم يودع الدور الثمانية أو دور المراكز الثمانية. وطبعا نابولي وتشيلسي هذه برضه قمة، وبرضه عندك قمة بين دورتموند وإنتر ميلان. هتسمع يقول كتير تحت في الكومنتات. أنا عارف، أنا عن نفسي مش هسمع حاجة. أنا اللي هجيب جون أو أخش أتفرج على التليفون. تمام. اما عن المباراه، فهذه لازم برشلونه يكسب هذه المباراه، لان برشلونه لو ما كسبش او كسب ممكن يتاهل وممكن لا، على حسب نتائج الفرق الاخرى. عشان كده عاملين 18 مباراه بنفس التوقيت. تمام. اما عن تشكيل برشلونه المتوقع للمباراه امامكم الان. طبعا في قنوات كتير هتذاع المباريات بين سبورت ماكس وبقى وكاسترا وحاجات من دي، لكن هي قناتنا كده لهذه المباراه بي ان سبورت 3 والمعلق حفيظ راجع. اما توقيت المباراه اكيد طبعا كله في توقيت واحد، الساعه 10 بتوقيت مصر و11 بتوقيت السعوديه والكويت والعراق وسوريا اليمن والاردن، واكيد 8 بتوقيت 9 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و12 بتوقيت الامارات وسلطنه عمان. اكيد لا تنسى اللايك والاشتراك، وتابع بقيه القمم في التليفونات عندك. والسلام.